فيتامين سي في الصيف كلنا عارفين بيشتغل للفراخ كمضاد للإجهاد الحراري. لكن اللي حابب أوصله لحضرتك النهاردة إن فيتامين سي في الشتاء مهم للفراخ أكتر من الصيف. فيتامين سي بيشتغل كأنتي أوكسيدانت مضاد للأكسدة وكرافع مناعة خصوصا في فصل الشتاء. رافع مناعة ضد الأمراض البكتيرية اللي ممكن تنشط أثناء الإصابة الفيروسية. حضرتك الإنسان لما بيجيله برد بننصحه إنه يشرب ليمون وبرتقان لأن ده مصدر لفيتامين سي أثناء الإصابة بالإنفلونزا. فيتامين سي مش هيعالج الفيروس لكن بيقلل النشاط البكتيري المصاحب أو الأعراض المصاحبة للفيروس. بمعنى انت في الشتاء فراخك بتكون تحت الاحتمال انها تصاب بالامراض الفيروسية اكتر. علشان كده فيتامين سي في الشتاء بيكون مهم ومفيد جدا علشان لا قدر الله لو حصل اصابة فيروسية لا يصاحبها نشاط بكتيري. يعني دور وأهمية فيتامين سي كرافع مناعة ومضاد للأكسدة في الشتاء أهم بكثير جدا من دوره، أو مهم يا سيدي خلينا نقول مهم كذلك زي ما هو له دور مهم جدا في الصيف كمضاد للإجهاد الحراري. نضيف على كده معلومة أو تركة حابب أوصلها لحضرتك، إن طريقة استخدام فيتامين سي بتفرق جدا في الاستفادة منه. بمعنى إن مهم جدا تعرف طريقة استخدام فيتامين سي للدواجن قبل ما تحط الدواء في المية. فيتامين سي بيتكسر بسرعة في المية خصوصا لو المية دافية أو سخنة. ده معناه ان انت في الصيف لما بتستخدم فيتامين سي في المية لو ما كانتش المية باردة انت ما استفدتش حاجة. يعني لازم تاخد بالك وانت بتحط فيتامين سي في المية لازم تحط ايدك في المية. لقيت المية باردة وكويسة تمام. مية دافية او سخنة خصوصا ان انت بتستخدمه في الصيف فوارد جدا تكون المية سخنة، يبقى لازم تشتري تلج وتحط التلج في المية الاول قبل ما تحط فيتامين سي. النقطة التانية اللي هتساعدك على كده انك تعطش الفراخ قبل ما تحط الفيتامين في المية علشان تساعد الفراخ انها تشرب الفيتامين بسرعة، لان بقائه في المية اكتر من 3-4 ساعات بيبدأ بعدها يتكسر. علشان كده يفضل انك تقفل المحبس الاول قبل ما تعطش. هتقفل المحبس الاول علشان المية اللي في الخط خلال ساعة تخلص، وبعد كده تصبر ساعة كمان يقوم الفراخ تعطش. فلما تحط فيتامين سي في التانك وتفتح المحبس المية تبدأ ان هي تدخل وتجري في اخر الخط وتملى الخط لحد اخر نبل في الخط، وبالتالي الفرخ العطشان هيدخل على النبل مباشرة على فيتامين سي. بعض الناس يعطش ازاي؟ يرفع الخطوط والمية جوه الخط وبعدين ينزل الخطوط بعد ما الفرخ عطش، فيقوم الفرخ يدخل يشرب الاول، يقعد ساعة يشرب في الخط في المية القديمة والفيتامين لسه في التانك. انت لازم تقفل المحبس الاول، تسيب ساعة الفرخ يخلص المية اللي في الخط الاول علشان لما تحط الفيتامين في التانك وتفتح المحبس المية تجري في الخطوط وتنزل بقى خطوطك، الفرخ يشرب مباشرة فيتامين سي. كذلك التحصينات لازم تاخد بالك من النقطة دي، كذلك الاموكسي او الامبيسيلين لازم تعمل نفس الطريقة كده، انك تقفل المحبس قبل ما تعطش للفراخ. بكده اكون لخصت فيتامين سي واهميته في تربية الدواجن. لو حابب تعرف اكتر عن باقي الفيتامينز ما تنساش تشترك حالا في القناة علشان يصلك كل جديد. الى ان القاكم، يا رب اشوفكم دايما في خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.